تونس وكذلك عن الوضع العام من الاحتقان، من الريبة من المستقبل، من الخوف من المستقبل. واللي صار في سليانة بالتأكيد كون الجماهير الغفيرة والأعداد والمختلف في الشرائح اللي تحركت على جال أوضاعها الاجتماعية قاسية جدا، على جال مسألة البطالة ما زالت موجودة وموجودة بكثافة، قضية يعني الفقر والاحتياج، قضية يعني بالنسبة لهم يعني عدم التقدم حقيقة في المشاريع التنموية. الناس ما تشوفش في أمل حقيقي، ما تشوفش لكون الوعود اللي تقدمت من طرف رئاسة الجمهورية ولا من طرف الحكومة لمدينة مكثر ولغيرها من المعتمديات كما بعرادة وقعفور وبرويس وبوجليدة وبرقو والكريب، ما تشوفش مش قاعدة تشوف في حلول. هذا اليأس اللي بالنسبة ليه تم ترجمته من خلال التحركات الاجتماعية، من خلال التحركات مش اليوم اللي يعتقد اللي كون التحركات في سليانة انطلقت لأنها تم تجاوز من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل هو خاطئ استيفاء أكثر. هذا بالطبيعة فيصل ونور الدين أيضا باش نشرك معنا أيضا الناشط الحقوقي نوفل الزيادي في الحوار. فتحي لمزيد القراءة في كلمة رئيس الجمهورية موجود معنا الناشط الحقوقي نوفل الزيادي. مرحبا بك نوفل. أولا مرحبا بك، أنا نوفل الزيادي ابن تونس، وخطاب اليوم كان خطاب التونسي للتونسي وبالتونسي. اليوم نحن وقت نحب نقول اللي ثم مسألة أساسية أولا وقبل كل شيء في خطاب الرئيس الذي توجه به إلى المواطنين، إلى الضحايا اللي تم قتلهم، إلى عائلاتهم، إلى إخوتهم، إلى أهاليهم، إلى كل التونسيين الأحرار في الداخل والخارج، اعتذار رسمي وحزن رسمي وحزن حقيقي لكل أبناء تونس وكل يعني المجتمع والشعب التونسي. المسألة الثانية هو التأكيد على كون نعم سي نوفل نسمع فيك. كون سمعناكم، استمعت إليكم وقالها بكل وضوح. سمعناكم وفهمناكم. فهمناكم وسمعناكم وسمعنا أساسا مجاعكم، سمعنا عرفنا الزمر اللي انتم عارفين عليه، عرفنا يعني يعني الناس اللي حضروكم، الناس اللي وظفوكم، الناس اللي استعملوكم باش راكموا الاموال، سمعنا الناس اللي كونوا بالنسبه لهم، وهذه قراءتنا لان خطاب الرئيس وقت يعطيه كل انسان يقراه. انا كتونسي كمواطن تونسي نظلنا وما زلنا نناضلوا في البلاد هذه وندافعوا عليها بكل جوارحنا. الناس مساله الفساد، مساله الرشوه، مساله الكتاب، مساله الاحتقان، مساله الاقتتال، مساله يعني عدم توفير الكرامه، كل القضايا هذه في بعدها الاجتماعي. ما قالش اليوم على الشغل ومش موفر لكم الشغل، الشغل تحدث عليه بالامس وتحدث عليه بكل وضوح وتحمل مسؤوليته امام الوزير الاول، والوزير الاول قالها بكل وضوح. اليوم المساله الثانيه اللي هي عندها قيمتها هي مساله الانتخابات ومساله الحريات ومساله الديمقراطيه. بكل بساطه احنا نعرف نظلنا ونعرف الدنيا ونعرف المقارنات في تونس وفي البر افريقيا وفي بر وفي الوطن وعند العرب وحتى في اوروبا. اليوم لينا نتحملوا مسؤولياتنا بس نحققوا اولا لا للقتل ولا للتخريب، لان القتل من شيره هو مرفوض وهو محزن، لكن التخريب لان ما نجموش نكونوا مع نساندوا الناس ولا نتعاطفوا مع الناس اللي ماتوا ونقولوا للوزير الاول نحن الوزير الداخليه الاستاذ احمد فريعه نفذ ما قاله لك، ما نبهك ما امرك به سيد الرئيس، ونحن لنا ثقه فيه سيد الوزير والاستاذ احمد فريعه. نوفل نعم نوفل كلمه مهمه كذلك في خطاب رئيس. نحترم الذات البشريه، النهضه في هذه الظروف نتقدم. عاشت تونس وعاش النضال الديمقراطي والتقدمي. صوتوا للقائمه البحريه، قائمه الديمقراطيه والعداله الاجتماعيه. صوتوا لنا نوفل بن جبريل الزيادي القائمه البحريه تونس 2. وشكرا، ولنا موعد يوم 25 اكتوبر. اعتماده بدون مس من الاشخاص ومن يعني من الاشخاص ومن الذات البشريه مهما كان. نحن ندافع على الذات البشريه، نحترم الذات البشريه، النهضه في هذه الظروف نتقدم. عاشت تونس وعاش النضال الديمقراطي والتقدمي. صوتوا للقائمه البحريه، قائمه الديمقراطيه والعداله الاجتماعيه. صوتوا لنا
نوفل بن جبريل الزيادي، القائمة البحرية سنين. وشكرا، ولنا موعد يوم 25 أكتوبر. يعني كنت في قلب الرحاء، وكنت إلى جانب يعني كنا العديد من المواطنين اللي ناضلنا كنا في قلب الرحاء في تونس، لا كنا محميين لا من السفارات ولا من قوى برانية ولا من قطر ولا من أمريكا ولا من ديبارتمون ديتا ولا حتى حد. كنا ناضلوا لنا بهمنا بصعوبتنا بظروفنا، نعيشوا الغبن نعيشوا القهر، نطالبوا بسيرورة ديمقراطية حقيقية، نقولوا لا للتسلط نتاع الحزب الحاكم، نعم للديمقراطية، نعم للتشغيل، نعم يعني للعدالة الاجتماعية، نعم للحوار الوطني في كل المجالات، في اتحاد الشغل، في الرابطة، في اتحاد الطلبة، في المجالات كلها. الناس كي نظلنا ووصلنا نفس الطريق، نصلنا مع حنا بعد وطالبنا بالتهدئة، وقلنا راهو الانتقال الديمقراطي، وكان موقفي واضح وموقف العديد من النشطاء السياسيين، راهي انتفاضة لم تكتمل وانقلاب في انقلاب.